ويبقى سؤال: لماذا تمت شهرة توت عنخ آمون عن باقي الفراعنة؟ أولا يعني توت عنخ آمون هو يعني بنعتبره إحنا كمصريين سفير الحضارة المصرية، وهو يمكن من أعظم ملوك الدنيا. يعني مش أعظم ملوك فقط مصر القديمة، لكن أعظم ملوك الحضارات. أي ملك في مصر القديمة بيتعرف بعظمته بقوته من خلال يعني أهم سببين: إن هو حارب كتير وانتصر، وأيضا كمان بنى كتير. طيب توت عنخ آمون لا حارب ولا بنى أسرح ولا معابد زي باقي الفراعنة. صحيح. طب ازاي اتشهر؟ وازاي لما نقول مصر في الخارج، او لما انت تقول يا استاذ عمرو لصديقك في الخارج مصر، يقول لك توت عنخ آمون، يقول لك طب مصر، يقول لك الاهرامات، ابو الهول، المومياوات وغيره من الاثار المهمه، لكن يقول لك توت عنخ آمون صحيح. رقم واحد. طب لماذا اتشهر؟ لسببين برضه. مم. السبب الاول ان هو حكم وهو طفل، لذلك ان احنا بنقول عليه البيبي كينج، او الملك الطفل، او الملك الصغير، او الملك الشاب، او الفرعون الذهبي. توت عنخ آمون حكم وهو عنده 9 سنوات، مات وهو عنده 19 سنة. فده أحدث ذهول للعالم كله، حتى الأطفال في الخارج بيتمنوا ان هم يكونوا كاركتر توت عنخ آمون ويتشبهوا بتوت عنخ آمون، لأنه هو كانوا توفي وعنده 19 سنة فندم. 19 سنة. وحتى يعني في وفاته جدل كبير بقى، هل الكهنة اللي من أتباع أبوه أخناتون، اللي هو طبعا عارضهم في ديانة أتون ورجع عبادة أمون تاني، هل قتلوه؟ هل اتقتل؟ هل كان في مؤامرة؟ الكلام ده طبعا أثبته أستاذنا دكتور زاهي حواس، إن هو وقع من على عجلة حربية. أيوة. كان بيحب يصطاد في صحراء ميت رهينة، كان طفل يعني بيطلع صحراء ميت رهينة مع العجلة الحربية، بيصطاد غزلان في صحراء ميت رهينة منف والجيزة. مم. وهو بيصطاد وقع من على العجلة الحربية، راسه اتخبطت في العجلة، فالعجلة هشمت الجمجمة بتاعته، فمات خلال ساعتين. والحادثة دي حصلت له قبل ما يموت بساعتين. بعض الناس بقى تعتبر ان هو اللطمة او الفتحة اللي في راسه من ورا ديت يعني يعني قال لك ان دي خبطة، لكن الكلام ده غلط. دي المحنطين فتحوها في الأسرة ال 18 عشان يضعوا سوائل التحنيط والنيترون والراتنج علشان يحفظوا الموميا، لكن هو لم يقتل إطلاقا. هو وقع من على عجلة حربية في سن 19 سنة، مات وتجهز مقبرته بشكل سريع جدا. طب تسمح لي يا أستاذ إسلام كده عشان اللي بيتابعنا يفهم احنا بنقول ايه كويس. احنا بنتكلم عن توت عنخ آمون، لماذا تمت شهرته او لماذا اشتهر عن باقي الفراعنه. حضرتك بتشير يا استاذ اسلام ان شهره اي حد في الوقت ده كان في حاجتين: الحروب الكثيره والبناء الكثير. بالظبط. وده ما حصلش بالظبط. مع توت عنخ آمون. كل اللي حصل وحضرتك اشرت اليه عشان نكمل حديثنا، ان توت عنخ آمون حكم 9 سنوات وهو عنده 9 سنوات، وتوفي وهو عنده 19 سنة. بالظبط. ايه النقطة الثانية بقى؟ السبب الثاني ان مقبرته اكتشفت كاملة دون ان تسرق، لا في العصور الفرعونية ولا العصور اللي بعد الفرعونية ولا الى وقتنا هذا. يعني وجدت كاملة منذ 4 نوفمبر 1922 لما اكتشفها هاورد كارتر، العالم الانجليزي، عالم الاثار الانجليزي، واكتشفها وكانت محتوياتها حوالي 5398 قطعة أثرية أستاذ عمرو، منهم الذهبية ومنهم المذهبة يعني خشب عليه طبقة ذهب أو غيره، ومنه طبعا العضوية وآثار كثيرة جدا وحتى آثار مختلفة.